على سطح أي كوكب يذوب الرصاص من شدة الحرارة. عطارد: الأقرب إلى الشمس كوكب حار جدا، لكنه ليس الكوكب الأشد حرارة. الكوكب الأشد حرارة هو فينوس، إذ أن غلافه الجوي يعمل كما تعمل النوافذ في الدفيئة، بيت زحاجي لزراعة النباتات أو لوقايتها، بمعنى أنه يحفظ. وهكذا فإن درجة الحرارة على سطح فينوس تبلغ 900 فهرنهايت، وهذه حرارة كافية لتذويب معادن عدة منها القصدير والرصاص والزنك. ما هو الكوكب الذي بستطيع أن يطفو على وجه الماء؟ إذا افترضنا جدلا أنه باستطاعتنا وضع جميع الكواكب في محيط ماء ضخم، فإنها نعرق جميعا باستثناء كوكب واحد فقط. هذا الكوكب هو زحل ثاني أكبر الكواكب، ذلك لأنه يتكون في معظمه من غازات وسوائل، مما يجعل كثافته أقل من كثافة الماء. الكواكب الأخرى كلها أكثر كثافة من الماء، وهي بالتالي لا تطفو على سطحه.